ليه بنسعى والرزق أصلا مكتوب؟ سؤال بيلف في عقولنا طول الوقت. لو نصيبي محجوز عند ربنا من قبل ما اتولد، يبقى ايه لازمة المعافرة والتعب ده كله؟ الحقيقة إن في ناس فاهمة التوكل غلط. ناس قعدت واستنت السما تمطر دهب، وناس تانية غرقوا في السعي لدرجة إنهم نسيوا إن الرزق بإيد الله، مش بشطارتهم وبس. يا صاحبي، السعي مش عشان تخلق الرزق، السعي ده عبادة. ده الشرط اللي ربنا حطه عشان رزقك المكتوب يتفك ويوصل لحد عندك. الأخذ بالأسباب ده أدب مع الله، يعني تعمل اللي عليك كأن الأسباب هي كل شيء، وتسلم قلبك لربنا كأن الأسباب ولا شيء. زي العصفور بالظبط، بيخرج الصبح وهو جعان، بيلف ويسعى وبيرجع في آخر اليوم شبعان. هو مسكتش، هو طار وحاول، فربنا جبر بخاطره وكافئه. السعي هو اللي بيدي لقمة العيش طعم الحلال، وبيخليك تحط راسك على المخدة وانت مرتاح. أنا عملت اللي عليا والباقي على صاحب الملك. التوكل الحقيقي إن قلبك يفضل مطمن حتى لو السكة اتسدت في وشك، إنك تفتح باب مكتبك أو محلك وانت بتقول يا فتاح يا عليم، وانت كلك يقين إن رزقك هيوصلك ولو كان في بطن حوت. اتربينا إن الرزق يحب الخفية، وإن البركة في البكور. ما تبصش للي في إيد غيرك، ركز في سعيك انت، وخليك واثق إن نصيبك جاي جاي بس في أوانه. اسعى بجوارحك وتوكل بقلبك. مفيش سعي بيضيع عند ربنا، ومفيش رزق بيتنسى. والرزق عمره ما كان فلوس وبس، الرزق ستر وصحة وراحة بال، ما بيشتريهاش كنوز الدنيا. اجتهد في الأسباب وسلم النتائج لرب الأسباب.